بسم الله الرحمن الرحيم. انا هتكلم عن الماجيكال كونستانس او الثوابت السحرية في البي اتش بي. طبعا هي كام ثابت بس مهمين جدا. ممكن تحتاجهم. اهم ثابت فيهم هتحتاجهم اللي هو اللاين والفايل وال دير اللي هو اختصار دايركشن. دول اهم ثلاث ثوابت هتحتاجهم. اولا ايه هي الثوابت السحريه دي؟ الثوابت السحريه دي ثوابت معرفه اساسا في اللغه، يعني معرفه في البي اتش بي. لما تيجي تطبعها لما تيجي تطبعها هيطبع لك حاجه معينه. يعني مثلا هنا اللاين، لما تيجي تطبعها هيطبع لك السطر اللي موجود في الملف ده. طب ممكن طبعا اي سكريبت برمجي ممكن يستخدمه. طب الفايل هيطبع لك المسار الكامل بتاع الفايل اللي عليه يعني المسار الكامل بتاع الفايل اللي فيه السطر ده. طيب بيطبع ازاي؟ هو عادي جدا زيه زي اي ثابت بيطبع عادي، بنذكر اسمه. بس هنا اسماء الماجيكال كونستانس دي بتبدأ باتنين اندرسكور، بعد كده الاسم، يعني مثلا فايل، بعد كده كمان اندرسكور. انت مش محتاج تعرفها بالديفاين والكلام ده، لا هي معرفة اساسا مع البي اتش بي. فانت كل اللي عليك انك تعمل ايكو فايل، هيطبع لنا المسار ده 3 اندرسكور، يبقى المفروض قبلها 2 اندرسكور وبعدها 2 اندرسكور زي ما هو مكتوب هنا بالظبط. 2 اندرسكور بعد كده الاسم، بعد كده كمان 2 اندرسكور. نجرب نطبع، هيطبع لنا مسار الملف اهو، طبع لنا مسار الملف. طيب نجرب نطبع عنوان او رقم السطر لاين، ملاحظين باللون الازرق احنا هنا في السطر 60 طبع لنا رقم السطر. احنا هنا في السطر 60 اهو، طبع سطر 60. وده طبعا تقدر تدخل هنا في اللينك ده هحطه تحت الفيديو، هتلاقي في الماجيكال كونستانس دي، وتقدر تتعرف على وظيفة كل منها عشان تستخدمه في برامجك.